مو عن عبس إنه أهل درعا مضرب مثل بإنه معهم مصاري كتير، شكله الموضوع طالع من تحت الأرض حرفياً هالمرة. القصة يا سيدي إنه فجأة هيك ومن دون سابق إنذار طلع خبر نار على السوشيال ميديا إنه لقوا نفق وفي احتمال يكون مليان ذهب، والمكان دوار مدينة الشيخ مسكين، يعني قلب الحدث. طبعاً أهل المنطقة ما قصروا، صار في تجمع كأنه في حفلة توزيع ذهب ببلاش، مو مجرد حفريات لبناء مجمع. العمال كانوا عم يحفروا عادي جداً، وفجأة دقوا بشي غريب، طلع مدخل نفق أو سرداب، وهون الخيال الشعبي اشتغل. أكيد كنز روماني، يمكن صناديق ذهب، يمكن لقوا كنز علي بابا. الأمن والشرطة وصلوا ركض وسكروا المكان، مو لأنه لقوا ذهب، بس لأنه الناس صارت بدها تحفر بإيديها إذا لزم الأمر، وبلشوا يتحققوا يا ترى نفق أثري، مدفن قديم، أو مجرد سرداب عادي عاملين عليه قصة فيلم هندي. مصادر محلية حاولت تهدي اللعب وقالت يا جماعة الخير، هذا المكان كان مركز شرطة عسكرية من زمان، يعني مو مغارة كنوز، بس مين بده يسمع؟ الشعب صار شايف الذهب قدام عيونه. وفي ناس قالت خلص سكروا الموضوع وما في شي، وناس تانية لسه عايشة أجواء المغامرة، استنوا شوي يمكن يطلع شي. وبين هالحكي وهاد الأمن منتشر حوالين الدوار مشان ما يتحول المكان لورشة تنقيب شعبية، والكل ناطر كلمة رسمية من الآثار أو المحافظة، بس لحد الآن لا خبر ولا بيان. بس الحماس شغال 100%، وطبعاً مو أول مرة، لأنه قبل هيك صار موقف مشابه وطلع بالنهاية مدافن رومانية مو صناديق ذهب. بس يبدو أنه الأمل بالكنز ما بيموت. المهم صيد غنى ولا صيد فقر.